هو أنا دلوقتي أنا ماشي بحياتي أدور على النتيجة ولا أدور على السعادة؟ أدرب عقلي كيف يشوف الخير والشكر في كل حاجة. وفي ناس إن هم شايفين الكلام ده يا جماعة تقولوا كانوا في حتة تانية خالص. يعني أسيب الدنيا تضرب تقلب وما أعملش حاجة؟ قلت لها طبعا دي الشطارة أصلا. حيرانين لسبب لأن هم ما شافوش حاجة أنا عملتها مختلفة. فعليا ترى هذا الشعور اللي حيجيك لدرجة إنك راح تحتاج تلسكوب لترى شخصيتك السابقة. وأنا اللي بختار أشوفها عسر ولا أشوفها يسر. أحلى عليك. حلقة النهاردة غير أي حلقة عشان بنستضيف قصة نجاح ملهمة بجد، قصة كوتش محمد بوزير. الراجل ده مش مجرد مدرب وخلاص، ده عاش التجربة بكل تفاصيلها. اتولد في جدة ومن صغره كان نفسه يبقى راجل أعمال ناجح. حاول واجتهد وبدأ 7 مشاريع في 8 سنين بس كلهم فشلوا. متخيل 7 مشاريع كاملين؟ تخيل بقى الإحباط اللي كان عنده وحجم الديون اللي كانت عليه. بس بدل ما يستسلم قرر يغير تفكيره 180 درجة. قابل الكوتش أحمد عبد الباقي وبدأ يفهم البيزنس بطريقة مختلفة خالص، وفي سنة واحدة قدر يزود مبيعاته 700%. أنا بقول لك 700%. ومن خلال تجربته ودراسته قدر يساعد أفراد وشركات كتير يضاعفوا نتائجهم ويحسنوا أدائهم. النهاردة كوتش بوزير هيساعدنا نعرف إيه الخطوة اللي لازم ناخدها عشان نحول الفشل لدافع، وإزاي نستخدم قدراتنا لتحقيق أهدافنا ونقدر نبني حياة ناجحة وسعيدة. استعدوا بقى لرحلة ملهمة مع كوتش محمد بوزير. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست الماهر مايند سيت. معاكم أحمد ماهر، انتربرنير ومؤسس شركة دو كرييتيف سولوشنز. النهارده ما تتخيلوش قد ايه انا سعيد لانه معايا واحد من اكثر الناس الملهمين في مجال مايند سيت. اهلا وسهلا بيك يا كوتش بوزير. أهلا وسهلا بك عزيزي ماهر، أستاذ أحمد ماهر، وأهلا وسهلا بالسادة المتابعين والمشاهدين. اهلا وسهلا ليك وبشكرك طبعا انك جيت مخصوص من السعوديه علشان نسجل مع بعض، ده شيء فوق راسي بصراحه يعني. والله لا، العفو، ده أقل من الواجب يا سيدنا. ربنا يخلي حضرتك. الله يوفقك. بس قبل ما نبدأ، هي الماهر ولا الماهر؟ حلو السؤال ده لانه طبعا احنا في مصر عندنا بنقول انا عارف طبعا في السعوديه وفي الخليج ومعظم الدول العربيه بيقولوها نعم. فهي فعلا يعني حتى كان في عميل عندنا اسمه كذا كذا والاسمه يعني، فنفس الموضوع كنا الاول بنكتبها بالال، قال لا حطوها الف لام يعني من باب التليين يعني. بالدليل. حلو والله، من باب الدليل. هي الماهر مايند سيت. معلومة كده على السريع، هو بطبيعة الحال اللغات مع العصور تميل إلى تليين الحروف حتى تكون أسهل. فمثلا عندكم الثاء بتصير سين، بدل ما أنزل لساني في مناطق من الشام والحجاز وكده بيقولوا التاء بدل الثاء. 3 والضاء ما عندناش ضاء يعني. الضاء. فاللغات مع السنوات مع العصور تبدأ تفقد بعض الأصوات. والله بص، هو التليين حلو لانه يعني بيسهل الامور، واحنا اللي بنحاول نعمله كمان حلقات ان احنا نكون ملينين الامور مع الناس، لان احنا بنتكلم كمان كوتش بوزير حاجات قد تكون عند بعض الناس صعبه شويه، قد تكون عند بعض الناس مش مقتنعين بيها، فازاي تقدر الناس تاخدها بطريقه لينه زي ما حضرتك بتحكي من شويه. جميل. تكون البرشام على رأيكم اللي هو حبة البنادول. وظهر مؤخرا يقول لك اديني الزيتونه كده عشان نعرف ايه في الموضوع بسهوله يعني. ومن ضمن الحاجات اللي فيها توبكس يعني هوت كده، يقول لك هو انا دلوقتي انا ماشي بحياتي ادور على النتيجه ولا ادور على السعاده؟ طب هي النتيجه ان هتجيب لي السعاده ولا لا؟ طب لو انا دلوقتي نجحت في حاجه، عندي هدف وحققته ونجحت فيه، بالتالي اسعد. طب لو ما حققتش اقعد بقى اتضايق واقول ازاي وكده. فانا عايز اعرف بس الاول كده ايه العلاقه ما بين النتيجه والسعاده؟ طيب، العلاقة ما بين النتيجة والسعادة هما ثنائيان لا يفترقان. ما تقدر تعمل نتيجة وانت محبط وتعيس. اوكي. أغلب الناس عايش حياته كيف؟ عايش حياته محبط وطفشان، وأنا أبغى النتيجة هذه ومستنيها، والانتظار ده عامل له قلق. صح. والقلق هذا طبعا بيخرب الشعور وبيخرب إنتاجيتك حتى. صح. وأقول لك حاجة كمان خطيرة، القلق هذا والإحباط بيوصل للأطراف المحيطة بيك، حدسهم بيلتقطوا.
فبيصير وانت انت مش عارف، انت بتضيع الفرص منك، وبعدين تتساءل انا ليه قاعد سنين والنتيجه ما جات؟ انا نفسي يكون دخلي كده، انا نفسي اخذ الوظيفه الفلانيه، ويروح يعمل الانترفيو ويروح يعمل السيلز كول، مكالمه المبيعات او المكالمه البيعيه، وكل مره بياخذ على وشه. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل انه ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بالعكس، عكس اللي نحن متبرمجين عليه. الناس يقول لك انا اخذ النتيجه انبسط، ما حصلتش النتيجه ازعل. لا، ربنا سبحانه وتعالى عملها بالشقلوب. الشقلوب حلوه، بس كلمه مصريه اصيله. أيوة. ما هو نحن نفس اللي نحن عايشين في جده، وفي جده تربينا على القناه الاولى والثانيه المصريه، لانه بيننا وبينكم البحر فنلقط البث يعني. ايوه صح. فاللي حاصل انه العمليه بالشقلوب، انه لا انا اكون مبسوط واكون سعيد واكون فرحان واكون ممتن واكون في سكينه وطمانينه، النتيجه تيجي. طبعا، لانه الطبيعي قلنا ايه، لازم يكون عندك قلق، وفي حاجه اسمها القلق الصحي والقلق مش الصحي والناس قبل الامتحانات يعني الولاد يا عيني ومش قادرين وبياخدوا بقى معدلات لا، ما تزبطش. ولاحظ ربنا سبحانه وتعالى ايش يقول في سوره ابراهيم عليه السلام: لئن شكرتم لازيدنكم. مش انا حزيدكم بعدين تشكروا. فشعور الامتنان والشكر يجب ان يكون قبل النتيجه حتى النتيجه تيجي. انا اقول لك على حاجه، انا جسمي اشعر وانت بتتكلم، لانه انا اول مره اخد الاحساس ده، ان انا شاكر ربنا الاول، وبعد الشكر هتيجي الزياده. فكيف بالله عليك، سألتك سؤال منطقي، كيف بالله تتوقع من ربنا المكافأة، تتوقع منه النتيجة، الفضل، الكرم، الزيادة، وأنت لا تلتفت إليه بالشكر والامتنان، وأنت طول الوقت محبط وتشتكي وتلوم وتستاء، وفي مشاعر استياء وشعور بالذنب وجلد للذات. صح. هيجي المدد ازاي؟ انا قفلت الريسبتورز خلاص، فانت الستوك بلاد. لله المثل الأعلى. أنت لو أنت طول الوقت بتسدل لي معروف، تمام، خلينا مثلا استضفتني في البودكاست هذا والاستضافة الجميلة هذه والتصوير ده وكوباية الشاي الجميلة دي مشكورين عليها، خرجت ولا قلت لك شكرا يا أحمد، تحب تخدمني بعد كده؟ أبدا. ولله المثل الأعلى. فكيف ننتظر فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه والفتح والنتائج والمدد ونحن صادين الباب، نحن لا نلتفت إليه بكلمة شكرا. حتى والأوضاع، معلش على الكلمة مسفتة، أنا بحب أتكلم أحيانا أخذ راحتي بتكلم باللهجة العامية، حتى والوضع كده زفت، أنا أعلم نفسي كيف أدرب عقلي كيف يشوف الخير والشكر في كل حاجة. اسمح لي أستطرد بعبارة سريعة تفضل تخدم هذا الكلام، إنه الشكر ثم النعمة ثم الزيادة ثم النتيجة ثم تحقيق الأهداف. واليس واتلز له عبارة مجنونة في كتابه علم الثراء، هذه أنا أخطها بماء الذهب. يقول: كن شاكرا لما تريده طوال الوقت. بالمناسبة واليس واتلز كتب كتابه هذا في 1902 أو 1903، قبل 120 سنة. كن شاكرا لما تريده طوال الوقت كما تتوقع أن تكون عندما يصبح واقعا. فالإنسان الذي يستطيع أن يشكر الله تعالى بإخلاص على الشيء الذي لا يملكه إلا في خياله لديه إيمان حقيقي. الله، ده انت بتشكر ربنا على حاجه مش موجوده اصلا. دي ممكن تعيد المبنى. كن شاكرا لما تريده طوال الوقت كما تتوقع أن تكون عندما يصبح واقعا.
انت لما يصير الشيء ده واقع، الشيء اللي انت تبغاه، الهدف تبعك ده، الهدف تبعي في جيبي، شوفوا ما خرجوا من جيبي اطلاقا، مسافر رايح جاي عمل بيت موجود معايا، تمام؟ فأنا أكون شاكر لله سبحانه وتعالى طوال الوقت كأنه هذا الشيء حاصل. هو مش حاصل الآن في العالم الواقعي، هو حصل في عالم الغيب طالما أنت سألت وطلبت، وآتاكم من كل ما سألتمون. وسيدنا عيسى عليه السلام يخاطب الحواريين يقول لهم كل شيء مستطاع للمؤمن في الناس في أي سفر من الأسفار. فكن شاكرا لما تريده طوال الوقت كما تتوقع أن تكون عندما يصبح واقعا. أنت كيف حيكون شكرك لما ده الشيء يصير في الواقع؟ فأنت الآن صير هذا الإنسان الشاكر والإنسان المبسوط والإنسان المبتهج والإنسان المطمئن واللي في سكينة وطمأنينة دلوقتي دحين على بلهجتنا. حصلت تمام كما تتوقع أن تكون عندما يصبح واقعا. فالإنسان الذي يستطيع أن يشكر الله تعالى بإخلاص على الشيء الذي لا يملكه إلا في خياله، الشيء اللي فقط هو اختار أن يكون هدفه، اختار أن يكون رغبته، اختار أن يكون طلبه وسؤله من ربنا، لديه إيمان حقيقي. ده يقين، ده داخل أحسن. يقين. أصلا بالله عليك إني أؤمن بالميكروفون ده إيمان؟ إني أصدق إنه الميكروفون ده موجود؟ ده إيمان؟ ما موجود. حواسك الخمسة توصل لك، أنت بتلمسه، بتشمه، بتشوفه. ده مش إيمان. الإيمان إنك تصدق الحاجة الغيب وهدفك غيب. وثاني آية من آيات سورة البقرة بعد ألف لام ميم تنزيل الكتاب، ثالث آية تنزيل الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة. فالله سبحانه وتعالى غيب، الملائكة غيب، الرسل غيب، وهدفك غيب. حطيت الهدم جنب الحاجات الغيبية. سؤلك، دعائك، أنت شايفه؟ لا. وفي عبارة وفي اقتباس جميل يقول لك the absence of evidence is not an evidence of absence. وهذه حتى يستخدموها في الأبحاث العلمية. غياب الدليل ليس دليلا على الغياب. كون لا توجد أدلة على نتيجتي لا يعني هذا إنه نتيجتي غير موجودة. هي موجودة بس غايبة عن حواسي الخمسة. أنا أقدر أستخدم تكنيكات أخرى أشوفها. بس كان في يمكن حاجة شبهها كده، يقول لك إنكارك للشيء مش معناه إنه مش موجود. أحسنت. يعني أنت منكر دي حاجة تانية، لكن ده هي موجودة. أنا ممكن أنكر برج مثلا، ممكن أنكر وجود سور الصين العظيم، صح؟ تمام؟ أنا ما رحتش وشفته، بس هذا لا يعني إنه غير موجود. بالظبط كده. ممكن أنت تعمل لي فوتوشوب، صح؟ أوكي. بص يا كوتش بوزير، النقطة بتاعت إن أنت نشكر ربنا سبحانه وتعالى على حاجة أنا عايزها ما حصلتش، يبقى اتعامل كأن أنا فعلا حاسس بيها إن هي حصلت. ده أعتقد، مش أعتقد، أنا واثق إنه ده أول طريق إحساس بالسعادة أيا كانت بقى النتيجة. أنت أصلا فيها. أنت عشان كده أنت دلوقتي أنت رابط بين النتيجة بالسعادة، لأنه أنا في الأول في الآخر أنا سعيد. أنا وصلت. يس. أنا بعيش اللحظة اللي أنا وصلت لها. بالضبط. وبالمناسبة العالم الخارجي ما يحب الإنسان المحبط طبعا، وما يحب يتعامل معاه، والبركة تنقطع مع الإحباط، لأنه الإحباط طنوط. صح. ويأس من رحمة ربنا يعني. ما في وسيلة إنك توصل وإنت كل ما جاك حاجة عكس اللي إنت متوقعه زعلت وأحبط والنتيجة تأخرت. أبغى أتزوج والأولى رفضتني والثانية رفضتني. طيب سوت أنا أحافظ على صورة الإنسان اللي أنا أحب أتزوجها بصفات اللي أنا أبغاها،
الاولى راحت، انا الحمد لله ده خير. صح. اعلم نفسي استخدم هذا خير طوال الوقت. مع كل موقف ما يتناسب مع النتيجة التي أبحث عنها، أدرب عقلي يبحث عن الخير اللي كان موجود هنا. دايما يعني بنقولها دايما، بص على نص الكوبايه او على جزء الكوبايه يعني، ولا ده حاجه تانية؟ هو نفس الكونسبت بس تعبير مستهلك شويتين. لأنه أنت هنا تحتاج mental resilience بمعنى رسوخ عقلي مذهل، رسوخ عقلي جبار وقوي، إنه كيف معطيات العالم الخارجي ما تأثر على عقلك، ويصير، اكتبوها هذه العبارة بعدي، يصير عقلك أقوى من واقعك. عقلك أكبر من الواقع، أقوى من أقوى. يجب أن يصبح عقلك أقوى من واقعك. طب حلوة النقطة دي. احنا برضو بنتكلم جميع الفئات، يعني في متابعينا جميع الفئات، في اللي هو على نفس الويب لينث، على نفس الفلو، نفس الفلو، وفي ناس اللي هم شايفين الكلام ده يا جماعه بيتكلموا في حته تانية خالص. وطبعا الامثله بتبقى اكتر حاجه بتبين نتيجه الكلام ده. اكيد اللي احنا بنتكلم عليه ده حصل معاك شخصيا، حصل مع زملاء، اخواتك، قرايبك، عملاء عندك، ما شاء الله. انا عارف ان انت عملت كوتشنج لعدد كبير من الناس حوالين العالم كله. تقدر تدينا مثال او اتنين بيبين قد ايه الناس ده هي اتغيرت لما كانت بتفكر على النتيجه بس كانت عامله ازاي، ولما ابتدت يحصل بقى مايند سيت شيفت او بارادايم شيفت زي ما بنقولها، ابتدى لا انا سعيد وات ايفر، والنتائج بتاعته اتغيرت كومبليتلي. احلى حاجه ممكن اشاركك القصه تبعي لما انا بدات، لما كانت عندي النتائج جميله في 2017. حلو. والنتائج دي في البزنس تبعنا اللي هو في مجال التدريب والكوتشنج. وكنت الحمد لله مبسوط جدا باللي قاعد يحصل. في نهاية السنة حددت هدف جديد ل 2018، وأكرف على عينك يا عم واشتغل وما في نتائج. أنا وأتعلم استراتيجيات جديدة في السوق، في التسويق، في الماركتينج، في المالية، في المبيعات. مؤشر المبيعات نفس تبع السنة اللي بعدها، السنة اللي قبلها. أنا هنا بدأت، ووقتها كنت لسه في الوظيفة مع في شغل الخاص، وأنا خلاص مقرر السنة دي آخر سنة، لا أنا أستقيل، أخرج عن بدأت المشاعر تتسلل عندي، مشاعر إحباط ما في ند أبدا، إلى أن اكتشفت العلة دي، إنه لا، أنا لابد إنه أعيش اليوم بمشاعر بكرة، بمشاعر الهدف المحقق. طيب إزاي أعمل كده؟ طبعا دي من خلال أنا طول الوقت، ده الكلام من بداية السنة إلين شهر 9 وأنا بس أدور على السولوشن. وصلت سبتمبر وأنا السيلز نيدل معلق، الجيش المؤشر مش شغال. وطول الوقت شوف، لاحظ ما عشت دور الضحية. دي نقطة مرة مهمة كانت هي عامل. ما قلت لا أصله خلاص السوق هو كده والأوضاع تعبانة والناس هنا كلهم يشتكوا من التضخم ويشتكوا من أصله العملة سيرة مدري إيه والبنزين طلع اليومين دي لا ما كان عندي، لأنه أوريدي أنا مدرب. فكنت أدور على الحل إلى أن وقعت على كتاب، والكتاب ده علمني حاجة، إنه لا، أنت لابد تشعر بمشاعر النتيجة اليوم. أوكي. مش لما توصل لها تشعر كده، مش هتوصل. أنا يعني بحاول أدخل في دماغي اللي يتفرج علينا إزاي أوصل لدي. صعبة على فكرة، ما أعرفش هل هي صعبة. في براكتسز، في ممارسات. طيب عايزين نتكلم عليه لأنه فعلا لا كده خربنا السوق. هي فعلا إنه في ناس يقول لك أنتوا بتقولوا الكلام ده يا جماعة، أنتوا شكلكم بقى إيه، بتقولوا كلام وخلاص وساعة التنفيذ ما فيش اللي بيحصل ده.
طيب بس انا انا اللي احب اقوله لهذا الانسان اللي ممكن يحتاج بهذه الطريقه، اقول له انا اتحداك تجرحني او تزعلني، وات ايفر، بغض النظر عن حصل لك اللهم إيه. لك الحمد. ما اوتيته على علم عندي، هذا فضل الله ثم فضل تعلمنا. مفيش حاجه. اريدك تاخذ بعض اللي اشتغلوا معانا وتمشي معاهم 3 ايام ورا بعض 4 ايام، اتحداك تشوفهم يزعلوا. دي حقيقه انا لمسها دي بقى. لمسها لانه في يعني احد الاصدقاء طبعا يعني طبعا الاستاذ احمد طبعا احمد طبعا طبعا مهما يحصل لا خالص ابدا. ايش اللي حصل؟ طيب فالقصه دي عشان القصه الحديث ذو شجون هذا. فأدركت الحقيقة دي، وفي لها ممارسات معينة بدأت أطبقها خلال 30 أقل من 30 يوم، يمكن 21 إلى 25 يوم. نحن في مكان تاني تماما. أول حاجة أنا تلقائيا سلوكي تغير. أنا the way I carry myself، الطريقة اللي أحمل بيها نفسي أظهر بيها قدام الناس، طريقة لبسي، طريقة كلامي، my presentation skill، لما قابل العملاء، في شيفت داخلي حصل أنا مش عارف إيش بس كان بيحصل. والمبيعات بدأت تتغير من نحن متى أنا تعلمت التكنيك ده متى؟ سبتمبر 2018. أكتوبر أنا في مكان مختلف. نفس السنة بس أنا مواصل 30 يوم متواصل على التكنيكات هذه خلينا نسميها الممارسات هذه. ودخلنا سنة 2019 700% growth in sales. واو 700% نمو في المبيعات، يعني الدخل صار ضرب 7. والله يا أستاذ أحمد لا غيرت طريقة تكنيك البيع واستراتيجيات البيع، ولا تكنيك الماركتينج والتسويق، ولا رفضت حد ولا عينته حد ولا أي حاجة. هو نفس أصلا وقتها كنت سولوبرونور. سولوبرونور اللي هو رائد أعمال فردي، كان لسه ما عينت أحد. يعني حتى لما أخذ خدمات كنت أخذها أوت سورسينج. هذا اللي حصل. مجرد إنه فعلا الشعور بتبتدي يتملكك شعور النتيجة اللي أنت عايز توصل لها بس الآن وكده طبعا خلاص صار العملية الحمد لله بلا توقف. طبعا طيب يجي واحد يقول لي طيب نحن ناخذ كفوف من الدنيا، بمعنى ناخذ صفعات. الزبون يرفض الشراء، انترفيو ما تمشي، وانا محتاج القرشين دي، وبابا وماما مخالفيني في الرأي في الموضوع ده وعاملين لي ستريس، ومديري هنا عامل لي كده. في تشالنجز. خرجت ولقيت كفر السيارة منسم، ولا حصل لي حادث سيارة وانا في الطريق لحاجة معينة. ده في حاجه عندنا كمان يقول لك هنا يوم الثلاث، ما اعرفش دي طالعه في مصر برضه. يوم الثلاث ده يوم برضه يقول لك اصل معلش النهارده يوم الثلاث، كل ما حاجه تحصل وحشه النهارده يوم الثلاث، اعوذ بالله طبعا. يعني ده من الشؤم طبعا. والنبي عليه الصلاه والسلام من صحه الروايه يقول لا صفر لا طير ولا صفر ولا تشاء، ولانه كانوا العرب يتشاموا بالصفر. فدي ربما من الحاجات الثقافيه اللي المفترض ان احنا نشتغل على تغييرها يعني. تمام. وطيب فين احنا وصلنا؟ احنا وصلنا انه الواحد بياخد كفوف في حياته. ايوه انا اتعامل كيس. هنا بتيجي 6 mental faculties او 6 intellectual faculties، القدرات العقليه الستة. ايه هم بقى؟ لانه دول مهمين جدا، انه الريزيلينس ده هي دي الحاجه اللي هتطلعك من الحاله اللي انت فيها، من حاله السيت باكس اللي انت فيها، المشاكل، التشالنج اللي احنا بنشوفها يوميا في حياتنا، فانت عايز تطلع. فاعتقد الريزيلينس انا معتبرها عامله زي الهوك، تاخدك من حاله لحاله. نعم، زي سنارة الصياد. تحب المسمى. نعم. الصمود والثبات والرسوخ العقلي هذا يجي من اتقانك للتعامل مع القدرات العقليه الستة. نحن للاسف بربجنا اننا نعيش من خلال حواسنا الخمسه.
اللي بتغذينا بيه حواسنا الخمسة هو اللي بنشعر بيه، هو اللي بنتفاعل معاه، فنعيش ردود أفعال، نعيش ضحايا للعالم الخارجي طول الوقت، رياكشن مع العالم الخارجي، ونقول ليه حياتنا زفت. معلش على الكلمة، باختصار لأنه أنت ضحية للعالم الخارجي وقاعد شغال من خلال حواسك. أنت ما بتستخدم your creative tools، أدواتك الخلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا كبشر. كل المخلوقات في حالة تناغم تام مع بيئاتها الخاصة، إلا نحن البشر مش متناغمين مع بيئاتنا. ليش؟ لأن لدينا القدرة على خلق بيئة مختلفة. فنحن طوال الوقت عندنا قدرات بتخلينا نتصور وبنشوف حلول مختلفة. أنا ماشي سريع، عايز أمشي أسرع. أنت بعيد عني، عايزك أقرب. فاليوم وسائل المواصلات والاتصالات، ليه الحيوانات ما عملتها؟ متناغمين مع الحياة بتاعتهم. خلاص، البيفر ده اللي بيعمل سدود بالديل بتاعه بيفضل أجيال ورا أجيال على تمام. وبرضه مش حنتخلى عن الحلم برضه. صح طبعا يعني. تمام. فأجيال ورا أجيال بتبني سدود. طبعا. طيب أنت ما غيرت النمط المعيشي بتاعك ليه؟ بينما نحن البشر شوف آخر 120 سنة إيش عملنا؟ شيء لا يصدق. الذكاء الصناعي وعربية، يعني في الثمانينات، لسه الثمانينات قبل أمس كنا بنشوف في أفلام الخيال العلمي إنه بيكلموا بعض من الساعات وكده، كنا بنقول يا عمي هجص، ده خيال وده لسه ما بدخلنا 2000 إلا والMSN ماسنجر موجود والسكايب موجود ونقدر نشغل ونتكلم مع بعض، نشوف بعض كمان. إيش اللي حاصل؟ هذه هي القدرات العقلية الستة اللي هي الخيال، الإرادة، الحدس، التفكير، المنظور والذاكرة. طب لو ينفع يعني نتكلم على كل واحدة كده فيها ونشوف ازاي تاخدنا في الشعور اللي احنا عايزين نوصل له. طيب. انا اعتقد عايز توصلنا هناك. يس. فالست ملكات دولت هم يساعدونا يعني يودونا يساعدونا نفصل، يساعدونا اننا ما نندمج عاطفيا مع الواقع اللي نحن فيه، ونقدر نندمج عاطفيا ونشعر بمشاعر ما لها علاقة بالواقع تبعنا. الدنيا لسه اسمها مين؟ دميانا كانت يعني اسيب الدنيا تضرب تقلب وما اعملش حاجة؟ قلت لها طبعا دي الشطارة اصلا. فبيعتبروه ضد من الواقع، انفصام في الشخصية. انت يا عم انت في حتة واحنا في حتة، انت في وادي واحنا في وادي. دي كلها كلمات بنقولها في مصر، يعني انت مش عايش كده، انزل معانا على الارض. كل دي بتخليك ايوه يا جماعة، مش معنى ان انا في حالة انا سألاحظ العالم الخارجي موضوعيا. موضوعيا يعني ايه؟ يعني انا منفصل عاطفيا عنه، انا بس بستقبله intellectually، بستقبله فكريا بس ما استقبله عاطفيا، بس فكريا عشان اوجد له حل. لكن عاطفيا انا مندمج عاطفيا مع اللي انا عايزه، مع هدفي، مع رغبتي. هي اللي باخذ مشاعر جايه من هناك، وجايه كمان من امتناني للخير اللي انا محاط به. يا سلام ونحن في الجلسه الجميله هذه، في احلى من الحوار ده؟ الله ينور فيك. فنبدا نلتفت للاشياء كمان الحلوه الموجوده حواليننا. فاما اني امتن واشكر الله سبحانه وتعالى على الحاجه المستقبليه كانها حاضره، او الامتنان للاشياء الموجوده حواليني مهما كانت صغيره. استاذ احمد، بس احب الفت السيد المشاهد لنقطه، ونحن هنا اليوم في مصر ونعرف الشيء ده كويس. في ناس بيعدوا السنه ب$50 في السنه، دي حقيقة، ما يقارب 190 ريال سعودي في السنه. انت ما بتعرفش تعملها في اليوم، فقد ايش انت في نعيم. انت بالمقارنه بهذا الانسان سيدنا سليمان عليه السلام بملكوته وحشم ونشم وجنه وانسه وجانه. فشايف قد ايش نحن يعني
للاسف الشديد مش شاكرين. ايوه فهنا لفتة قوية، اللبس اللي عليك ما يهمني قد ايش انت في وضع مزري، عندك 600 ألف نعمة تقدر تشكر عليها. ممكن اقول حاجه هنا يا كوتش؟ انت وانت بتتكلم دلوقتي فكرتني بواحد صديق ليا قال لي عارف نعمه البربشه دي؟ بنسميها عندنا البربشه. ايوه. قال لي انا ما كنتش عارف اعملها لفتره، مش قادر، كان عنده مشكله في العصب، فالعصب كان وافع العين، الحمد لله مش الحمد لله. قادر. بيقول لي يا احمد انا والله بجد احنا عندنا نعم دي بربشه، يعني كده اللي انت متعود معاه عادي بربش. قعد فتره مش قادر، طبعا انت عارف يعني لما يبقى واحد عينه كده، فطبعا على طول دراينس، جفاف في العين، ومش قادر ومش عارف ولازم ينام، تستخدم قطرة طول الوقت. طول وبتاع. بيقول لي لا الحمد لله فعلا الحمد لله. دي نعمه صغيره اهي، نعمه صغيره. ايام الكورونا حاسين يعني النفس بتاعنا ده كان ليه قيمه. الحمد لله. احنا عندنا في حاجه ما اعرفش، يعني عندنا في مصر بنسميها قول في النعمه، ان احنا من كتر ما احنا عندنا النعم دي كل يوم فور جرانتد بقى، انا اشكر عليها ما هي موجوده كل يوم. إيرين نايتنجيل في تسجيله الشهير الموجود على قناتنا في اليوتيوب أغرب سر في العالم، أنصح الجميع إنه يشاهد يستمع لهذا التسجيل الصوتي. يقول familiarity breeds contempt. الألفة تولد الاحتقار. نحن من كثر ما الشيء مألوف عندنا صرنا ما نلتفت له ونحتقره وما نعطي قيمة. يعني على سيرة الجفن والرمش وكذا، نفس الحاجة أحد المعارف بعيد الشر حصل له حاجة في أحد الغدد المسؤولة عن اللعاب، فاللعاب توقف طول الوقت ماشي بقارورة موية ببلل ريقه. يعني حتى الصوم قال الدكتور إذا تصوم، قال له ما تصوم، وإذا صمت تصوم بالموية، خلاص اضطرار، الضرورات تبيح المحظورات. فتخيل، فنحن نعمة عظيمة، نعمة اللعاب ده اللي شغال يا عمي أنت كم مفصل عندك في جسمك؟ 365 أو 365. كل يوم تشكر ربنا على مفصل في السنة كلها. هاي شوف حتروح فين. صح. فهنا القدرات العقلية الستة: الخيال، الإرادة، الحدس، التفكير، المنظور، والذاكرة. الخيال بيخليك تبني حاجة مش موجودة في الواقع. الحيوانات كلها عندها ملكة واحدة اسمها instinct، الغريزة، ودي هي اللي هي fight or flight. يا هاجم يدفع، يا هاجم يهرب، ما عندها أي حاجة تانية عشان تحافظ على بقائها. لكن نحن مش موجودين هنا حتى أن نحافظ على البقاء. انتبه يا بني آدم، أنت ربنا أعطاك قوة أعلى. أنت بالمناسبة نحن قدراتين أعلى من الملائكة. الملائكة يفعلون ما يؤمرون، لكن أنت مخير، أنت عندك القدرة على الاختيار، الملك ما عنده القدرة على الاختيار. ملاحظين؟ فأنت تقدر تختار الصورة بالخيال، ورشة عمل العقل ترسم المستقبل اللي أنت تريده. رسمنا سيارات، رسمنا ناطحات سحاب، رسمنا طيارات، رسمنا بواخر، رسمنا اتصالات تخلينا جنب بعض. أنت دحين ممكن نعمل ده بث مباشر بأدوات بيسك أساسية. كان أول لازم دولة تعمل أجهزة البث المباشر. شيء مذهل. إحنا لو جبنا واحد قبل 500 سنة ممكن يغمى عليه لما يشوف اللي بيحصل دلوقتي ده. طبعا بالضبط. فهذا الخيال. الإرادة هي تبع المنتال ريزيلينس، تبع الرسوخ الذهني. الإرادة هي قدرتك أن ترى صورة واحدة على شاشة عقلك بغض النظر عن المشتتات. بغض جاني رفض من هنا، تأخير من هنا، اعتراض من هنا، زعل من هنا، لا سمح الله مخالفة مرور من هنا، أنا محافظ على الصورة بتاعتي، ما اشتمش ضابط المرور. أنا عملت إيه يا ربي النهاردة عشان خلاص أنا بغض النظر عن المشتتات أنا محافظ على صورة الرغبة وصورة الهدف بتاعي. حوصل وبلاش قلق. أنا مبسوط دلوقتي، مبسوط دحين، أنا مش مستني أصلا النتيجة. فدي الإرادة. بعد كده يجينا الحدس.
الله. والحدس ده أعذب وألذ وأمتع ملكة من الملكات. ده صوت الله فيك، ده الصوت الخفي ده اللي ربنا بيوجهك من خلاله. لما أنت بتلتزم بالطريقة دي وتري الله من نفسك خيرا، فعليا أنا ملتزم بالمشاعر دي، مالي ومالي الواقع. هنا ربنا بيجي بيقول لك قابل فلان، اتصل بفلان، اعمل البرزنتيشن الفلاني، روح سافر البلد الفلاني، وتلاقي بانج 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 قيود. الابواب تتفتح. انت تستغرب ده فين كان من زمان؟ هو من جد كانت دي الاشياء موجوده فعليا. ترى هذا الشعور اللي حيجيك لدرجه انك راح تحتاج تلسكوب لترى شخصيتك السابقه من كتر ما هي راحت خلاص اختلفت. فعليا. you become foreign to yourself، تصير أجنبي عن نفسك. بوب براكتر له عبارة مذهلة يقول لدرجة أنك تستطيع أن تؤرخ اللحظة اللي حصل فيها الترانسفورميشن، اللحظة اللي حصل فيها التحول. مو أنا أرخت لك إياها قبل شوية، قلت لك كم؟ 2017 2018 سبتمبر 2018. الترانسفورميشن إمتى؟ اكتوبر 2018 بالضبط. إيش اللي حاصل؟ لأنه الشفت باين، مش حاجة كده ضبابية، لا، ظهور عيان. الناس حوالينك تبدأ تستغرب منك ومن كاريزمتك، وتستغرب من الخير اللي انت قاعد تعيشه في الأيام هذه. يقولوا ده كان ايه وصار فين، ومش عارفين، هم بازلد، هم حيرانين فيك. هم حيرانين لسبب، لان هم ما شافوش حاجه انا عملتها مختلفه. الله عليك، حاجة عملية ما شافوه ظاهرية. انت كل شغلك كان باطني، يس داخلي. فكلام لدرجة انه انت فجأة ناس علاقتك بهم متوترة لدرجة مزعجة. ربما يكونوا زوجة، زوج، والدين، أبناء، فجأة تلاقي ترست عجيب، ثقة عجيبة، حب عجيب. أي حاجة كلموا فلان، لا فلان هو اللي حيظبطنا. دول لسه انتوا من شهر كنتوا مش طايقيني، دلوقتي تحولت. دي جفت من عند ربنا ولا سكيل ممكن ان انا اي كان اكواير؟ فهي زيها زي اي عطل. طبعا يا جماعه ما تسندوش الكلام ده بالنهار راجع. انت امبارح كنت هتتعشى في مكان ايوه صح. وجايك اليوم كيف مبسوط؟ انا مبسوط. نافذه مقفله زجاج، طين طين طين. الذاكره كامله، انه يتذكر كل حاجه، والدماغ ليس عقلا، ايه بيتفاعل معه. تفاعلوا بالخير تجدوه، بشروا ولا تنفروا. كل دي حاجات على فكره بتخليك انت داخل وانت ناجح. بالضبط. انت حضرت العفريت. شوف، اذا التزمت 6 شهور بهذه التمارين، انا اضمن لك انت ما تكون نفس البني ادم. تحصل الشكر وتحصل الزياده. تحصل الزياده. يعني فعلا متابعينا اول ما يوصلوا للحاله دي هيحسوا، هيدوقوا بقى. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من الماهر مايند سيت. يا رب تكونوا استفدتوا من الأفكار والتجارب اللي شاركناها معاكم. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد ينزل من الماهر مايند سيت. منتظر تعليقاتكم وآرائكم واقتراحاتكم لمواضيع نناقشها وضيوف تحبوا تشوفوهم معانا في الحلقات الجاية. أشوفكم على خير. الماهر مايند سيت، بوصلتك للنجاح.